تحت قبعة النادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية، الأدمغة الجزائرية المهاجرة تلبي نداء الوطن وتلتقي لتقديم خبراتها بما يدفع بعجلة التنمية في البلاد. الجالية الجزائرية هم نوابغ فعلا أثبتوا جداراتهم وكفاءاتهم في بلد لإقامتهم، لكن ربما العامل المشترك بين كل هذه الكفاءات هو ولائهم وانتمائهم للوطن. كلهم حابين يقدموا القيمة المضافة إلى الجزائر من خلال الخبرات المكتسبة خارج الديار. على اختلاف الأصعدة وتعدد القطاعات ومن أكبر الجامعات الأجنبية وأرقى المؤسسات، عمل النادي على تعبئة كفاءاته بما يعزز الجبهة الداخلية للجزائر. نحاول نقوم ببرنامج أنه يكون هناك احتكاك بين الكفاءات الجزائرية والكفاءات الموجودة في الخارج، والهدف تاعنا هو التنمية هذا الوطن، نكون ركيزة أيضا. والمشاريع حنجيبهم هنا هو تعدد مصادر الطاقة النظيفة، لأن ما نعتمدش أيضا إلا على الطاقة الشمسية. الكفاءات الجزائرية هذه المرة راهي فرحانة وسعيدة بزاف، لأنها لبات نداء الوطن، وإن شاء الله بإذن الله مادام الأبواب تفتحت بهذه الطريقة وبلادنا راهي ماشية في طريق التنمية، إن شاء الله نشاركوا بكل القوة وكل واحد بكل تخصصه، ونكونوا أعضاء من الناس اللي رايحين يقوموا بالتنمية في هذا الوطن إن شاء الله. هي كفاءات وخبرات هاجرت خارج الديار بأدمغتها وعادت إلى حضن الجزائر اليوم لتستكمل مسارها التنموي في ظل ما تشهده دول العالم من تحديات. من المركز الدولي للمؤتمرات، مريم والي للوطنية الجزائرية.